رمضان كريم حبايبي ومتابعي قناة ست البيت. وصفة ست البيت لليوم هي داود باشا على طريقة ست البيت. يلا نتابع المقادير ونشوف طريقة التحضير. رح نبدأ وصفتنا بتقليب شرائح البصل بزيت الزيتون لحتى يدبل شوي، وبعد ما يدبل البصل شوي رح أضيف عليه شرائح الفلفل الحمراء، ممكن تكون خضرة أو أي لون فلفلة متوفر عندك أو بتحبيه. الفلفلة اللي أنا استخدمتها فلفلة حلوة، وممكن استخدام فلفلة حرة حسب الرغبة. وبعد ما أقلبهم شوي رح أرش عليهم ربع معلقة صغيرة ملح، وبعد ما يدبل البصل والفلفلة رح أحطهم على جنب وأكمل الوصفة بعمل اللحمة. رح يلزمنا للوصفة 1 كيلو من اللحم المفروم. رح أضيف عليه نص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة 7 بهارات، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وبعدها رح أخلط كل المقادير مع بعض، ورح أستخدم صحن فيه مي باردة لحتى يساعدني إني أعمل الأشكال بطريقة أسهل وأحلى. رح أخد قطعة صغيرة من اللحم وأحط فيها ممكن صنوبر أو لوز مقطع اللي انتي بتفضليه، وأعملها على شكل كرات بيضاوية بالطريقة اللي باينة بالفيديو. وهذا شكل اللحم اللي أنا بدي إياه. بعد ما أخلص كل الكمية رح أحطهم على نار عالية مع معلقتين كبار من زيت الزيتون، واتركهم بدون تقليب لحتى يتغير لون اللحم، وبعدها بقلبهم لحتى ما يخرب عندي شكل اللحم. طبعا ممكن يكون اللحم بدون حشوة بدون صنوبر، بس الوصفة الأفضل تكون محشية بالصنوبر. وبعد ما أقلب كل كرات اللحم ويستووا عندي منيح وياخدوا اللون الذهبي الحلو، راح أضيف عليهم شرائح من البطاطا. طبعا كمان هالخطوة اختيارية، في كتير أشخاص ما بفضلوا البطاطا أو النشويات، ممكن تستغنوا عنهم وتكتفوا بالخضار، بس البطاطا راح تعطيها شكل حلو. وبنفس الوقت للأطفال اللي ما كتير بفضلوا ياكلوا كمية من اللحم، ممكن يفضلوا قطع البطاطا بهالوصفة، بالإضافة لأنه مادة النشا اللي موجودة بالبطاطا رح تعطيني قوام كتير حلو للصوص. وبعد ما أوزع حلقات البطاطا بالطريقة اللي باينة عندكم بالفيديو، رح أتركهم على نار عالية مع الوصفة واللحم لحتى ياخدوا كمان استواء. وإذا حسيت إنه الصوص اللي أنا مستخدمته اللي هو زيت الزيتون مع الصوص اللي طلع من اللحم نشف، ممكن أضيف عليهم معلقتين من المي. وبعدها رح أضيف عليهم على الوش البصل والفلفلة اللي قلبتهم بأول الفيديو، ووزعهم على وش اللحم والبطاطا بدون تحريك. بعدها رح أضيف 3 معالق من صلصة البندورة مع 4 أو 5 معالق من المي، وضيفهم مع بعض فوق الخضار واللحم والبطاطا.
وراح أغطي عليهم لحتى تتقلب المقادير كلها وتغلي عندي الصوص وتاخد قوام حلو. وبعدها راح أضيف 3 معالق من دبس الرمان وأقلبهم مع بعض شوي بدون تحريك اللحم والبطاطا، بس مجرد إني أحرك الصوص شوي، وأتركهم على نار هادية 10 دقايق لربع ساعة. وهيك الداود باشا صار عندي جاهز للتقديم، بزينه بالصنوبر والبقدونس. ووصفة اليوم تتقدم مع رز أو رز بشعيرية. إذا حبيتوا الوصفة ما تنسوا اللايك والشير واشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. صيام مقبول وفطار شهي ورمضان كريم.